تشكيل نادي الزمالك المثالي قدام بيراميدز النهارده وربنا يستر. هتلاقي مهدي سمان في حراسه المرمى متالق في اخر ماتشين مع نادي الزمالك، هو اللي مساعدنا يعتبر كمان في الكونفدراليه. هتلاقي عمر جابر عشان يقفل الاجنحه الخطيره اللي عند نادي بيراميدز. حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل المتالق، بنتاج نفس الحكايه. هتلاقي في نص الملعب بقى محمد شحاته واحمد ربيع وعبد الله السعيد. انا اتمنى مش عبد الله السعيد هو اللي يلعب، انا اتمنى احمد ربيع بالذات عشان نقفل العمق بتاع نص الملعب. عندهم نص ملعب خطير بيراميدز، ما تنساش ان عندهم ناصر كمان في نص الملعب، لاعب بيعرف يستلم تحت ضغط، لاعب بيعرف يطلع بالكوره. لازم نكون عندنا ثلاثه في نص الملعب ونقفل العمق بتاع بيراميدز خالص. نلعب بقى من قدام بخوان بزيره، ناصر منسي، الدباغ، وهم الثلاثه مهمين جدا بالنسبه لنادي الزمالك، لان نادي الزمالك هيلعب على المرتدات على الضغط العالي. لازم يكون ناصر يضغط، لازم يغلط ان شاء الله النهارده واحده كده مش شناوه ولا حاجه. لازم نبدل بين خوان بزيره والدباغ، لازم نرمي بزيره شويه على الشيبي ويكون خطير على الشيبي عشان ما يتقدمش. الزمالك انا وجهه نظري دي التشكيله المثاليه، بس هنغير عبد الله السعيد مكانه يكون ربيع، وان شاء الله الزمالك النهارده يفوز.